بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من كوره حافظ. وعلى راي المثل، جيت علشان يا عبد المعين تعني لقيتك يا عبد المعين عاوز حد يعينك. النهارده الزمالك بيتعادل 1-1 وكان اقرب للخساره من بتروجيت. مباراه اتلعبت الساعه 4 العصر. بيسيرو قيادته الاولى ليه. التشكيله الى حد ما الراجل نازل محفظ اللعيبه بعض الجمل التكتيكيه اللي هتنزل تلعب بيها. احنا دخلنا بسرعه كده، دخلنا بسرعه في الحلقه، مش عارف ليه كده. الراجل نازل محفظ اللعيبه بتاعته بعض الجمل التكتيكيه اللي لحقت، اللي هي ما لحقتش تستوي. فاللعيبه نزلت. آه خلاص نزلت تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ مش تعمل حاجه. فبناء عليه انت بتشوف الزمالك في اضعف حالاته الفنيه النهارده، بتشوف الزمالك متخاذل جدا جدا جدا، بتشوف الزمالك مش عارف يمسك كرة كويس على عكس بتروجيت مع سيد عيد. بيصيروا النهارده لا يلام. لا يلام من 1 ل 100، من 1 ل 100 النهارده لا يلام. بيسيرو النهارده دفع بمحمد السيد، وانا شايف ان هو لعيب كويس وخامه كويسه جدا جدا جدا، وعنده اللي يقدر يديه لنادي الزمالك الفتره اللي جايه. ولكن تعال بقى اقف عند كام حاجه. رقم واحد هو الاداء اللي بيأديه زيزو حاليا زيزو حاليا. هل انت كواحد بتشجع نادي الزمالك شايف انه زيزو يستحق المبلغ اللي هو طالبه اداء في الملعب حاليا؟ انا مش هجاوب، انا عاوزك انت تجاوبني. طيب رقم اتنين، فين خط وسط نادي الزمالك حاليا؟ دونجا، عبد الله السعيد، ومحمد السيد. دول الثلاثه اللي بيلعبوا في خط وسط نادي الزمالك. الثلاثه تقدر تقول لي ايه الاضافه النهارده اللي ضافوها لخط الوسط؟ سيبك من السؤال ده. طيب برضو ده سؤال انا بطرحه وعاوز حضرتك تجاوبني عليه. طب رقم ثلاثة، الجون اللي جابه نادي بتروجيت في الدقيقة 95، هل ده لعيب؟ انا مش عارف اقول ايه. هل الفرقه تترقص بالطريقه دي والجول يدخل بالطريقه دي فانت تتغلب، او يدخل فيك هدف بالطريقه دي فيبقى انت اتحطيت في الموقف بالطريقه دي؟ ولولا الهدف اللي احرزه ناصر منسي في دقيقه 97 ما كنتش هتعمل حاجه. كنت خلاص هتخرج خسران 3 نقط. تبدا بقى تدخل في الدوام بتاعت ان انت لا ده انا عاوز افوق، لا ده انا مش عاوز افوق. تدخل في الدوامه ما يعلم بها الا ربنا. ولا انت قادر تعين نفسك، ولا حد قادر يعينك، ولا لعيبتك عاوزه تعينك. فعزيزي المشاهد الزملكاوي، انا عندي 3 حاجات عاوز اتكلم فيهم بسرعه بسرعه كده، بسرعه عشان ادخل على الاهلي والاسماعيلي. النهارده كانت مباراه جامده جدا جدا. تعال اقول لك رقم واحد، هو لازم تدخل سريع. مش هقول لك من مجلس اداره نادي الزمالك، لانه انا شايف مع كامل احترامي وتقديري للكابتن حسين لبيب، وانا اكتر الناس اللي كنت داعم ليه الفتره اللي فاتت. كابتن حسين لبيب حاليا هقولها لك بكل صراحه لا يصلح لاداره نادي الزمالك. رقم اتنين، لازم يتدخل كبار الشخصيات يعني مش عارف اقول ايه والله العظيم، كباتن نادي الزمالك القدامى لازم يتدخلوا لحل الازمات اللي موجوده داخل نادي الزمالك، لان نادي الزمالك دخل على مراحل صعبه. نادي الزمالك عنده كونفدراليه، نادي الزمالك عنده دوري، نادي الزمالك عنده مباراه قمه يوم 22. لازم يعرف يتصرف فيها بشكل كويس. وعلى الاقل دلوقتي الجمهور بتاعك بيقول يا رب ما نخرجش بفضيحه قدام الاهلي اللي بيقدم اداءات ممتازه. حتى ولو كولر بيقول لك انا همشي، لا بس اللعيبه كواليتي على بعضه بيقول لك انه الاهلي هيعمل لقاء كويس قدامك. ده رقم اتنين. رقم ثلاثة، والمهمة دي المهمة. رقم ثلاثة هو انت كإدارة وكمجلس إدارة وكلاعيبة وكنادي، الثلاثة دول الجمهور وراكم من أول خطوة لآخر خطوة. لازم انتوا تقدروا التعب، ولازم تقدروا الشقة، ولازم تقدروا المجهود اللي بيبذله الجمهور علشان يقطع من فلوسه هو اللي في جيبه ومن فلوس مصروف البيت بتاع أهله، ويجي يحضر الماتش معاك علشان يشجعك، علشان انت تفرحه وفي الآخر ما تفرحوش. ف هارد لك لنادي الزمالك النهارده. ولو انه هارد لك دي بتتقال في النتائج لما انت تكون عامل اداء كويس ويحصل نتيجه عكس اللي انت عامله. بس انت النهارده لا تستحق ليك كلمه هارد لك، ولكن هارد لك لبتروجيت، هارد لك لكابتن سيد عيد، وهارد لك لجماهير نادي الزمالك النهارده.